عايزين بقى من دكتور محمود يقول لنا كده النصايح بقى لمرضى السكر للوقاية من أدوار البرد وتجنبها. يمكن احنا زي ما حضرتك قلت، يمكن مقولة جميلة بنقولها في كل حلقاتنا، الوقاية خير من العلاج. احنا عايزين شتاء هادئ، عايزين شتاء إن شاء الله من غير يعني التهابات شديدة، من غير دخول المستشفى، طرق صحيحة للتعامل مع أدوار البرد زي ما حضرتك قلت. اتفضل يا دكتور. زي ما حضرتك تفضلت، احنا عايزين شتاء هادئ بدون أي دخول المستشفى عشان الانتكاسات اللي بتحصل. الوقاية فعلا خير من العلاج بالنسبة لمرضى السكر. يمكن أكتر الناس المعرضين بشدة للانتكاسات في فصل الشتاء هم مرضى السكر. خلينا متفقين ان احنا عندنا نوعين من العلاج اصلا، علاج دوائي وعلاج غير دوائي. العلاج الغير دوائي هو الاهم، اللي هو بيعتمد على الوقايه دي بتتمثل، يعني جزء منها طبعا بيتمثل في طبيعه الاكل والتغذيه الحاجه ذكرتيها، طبيعه الرياضه اللي هو المفروض يمارسها، طبيعه معاملاته، اضافه الى التطعيمات. يعني يمكن التطعيمات طبعا احنا عندنا اشهر حاجات في فصل الشتاء بناخدها تطعيمات الانفلونزا بكل الانفلونزا الموسميه بكافه انواعها. طبعا المفروض ان انا بتوجه للمكان المظبوط للتطعيم اللي هو المصل واللقاح، وبطلب منهم اللقاح المناسب للسن. طبعا في انواع مختلفه، وفي نوع بيبقى معظمهم اكتر من 6 شهور طبعا لغايه 50 سنه و60 سنه مفيش مشكله خالص، لكن مع فحص ظروفه، هل هو السن قد ايه بالظبط، المناعه تتحمل ولا لا، هل في امراض مزمنه اخرى ولا لا بالظبط، عشان ما يحصلش مشاكل مع التطعيم. برضو التطعيمات اللي هي تطعيمات المكورات الرئويه دي من الحاجات المشهوره جدا، لان اكتر نوع بيعمل التهاب رئوي هو الالتهاب بكتيري، اللي هو نوع كده من الميكروبات. النوع ده هو ده اللي محطوط اكتر في المكورات الرئويه. وعلى فكره هو ما بيتاخدش كل سنه، هو بيتاخد كل 3 إلى 5 سنين، يعني ما بيتاخدش سنويا، حسب الحاله برضه يا دكتور. بالظبط، حسب شده الحاله. يعني زي ما بقول لك، اهم حاجه هو تقييم المريض عن طريق استشاري الصدر. بالظبط، عن طريق استشاري الصدر وتوجيهه للمصل واللقاح عشان خاطر يحدد ايه نوع التطعيم المناسب ليه وتوقيته بالظبط هيفيده. كلام جميل جدا. طيب حضرتك برضو قلت حاجه مهمه جدا يمكن في الوقايه، فكره ان انا باخد التطعيم بناء على طبعا الرجوع لاستشاري الصدر. هل في حاجات معينه بقى يعني نقدر نقول زي نصايح يوميه يعملها عشان دور البرد ما يبقاش شديد، عشان دور البرد ما ينتشرش للرئه زي ما حضرتك بتقول، نصايح اوليه او في ادويه معينه في الاول امنه ممكن يبتدي ياخدها كمريض سكر؟ دايما مريض السكر تبقى اكتر مشكله عنده تبقى في الجزء الخاص بالمناعه، اللي هو بيشمل الفيتامينز او بعض الفيتامينات وبعض حاجات من المناعيه تبقى ناقصه. الفيتامينات كلام جميل، دي اللي احنا بنحاول نقول للمريض انت محتاجها، ويا ريت تاخدها بطريقه طبيعيه، يعني ما لجاش للادويه. يمكن اشهرها فيتامين سي يا دكتور. بالظبط، فيتامين سي اشهرهم. الناس بتحب جدا طبعا فيتامين سي، بس المشكله هم بيحبوا الدواء، يعني بيحبوا ياخدوا الادويه فيتامين سي، ياخدوا 3 و4 اقراص، مش عايزين ياخدوه في صوره حاجه طبيعيه. عندنا في برتقان وفي يوسفي وفي جوافه وفي كذا حاجه منتشر فيها الفيتامين سي، وسهله جدا وامنه وملهاش مشاكل كتير على المعده. يمكن فيتامين سي من الحاجات المهمه قوي في ان هو بيقلل حده الالتهابات او الانتكاسات اللي بتحصل بسبب فيروس الانفلونزا. ده اشهر مشكله. يمكن انا هضيف برضو يا دكتور محمود، حضرتك يمكن يعني اتكلمت عن فيتامين سي، وانا هضيف لحضرتك يمكن حاجه احنا الفتره الاخيره يمكن حضراتكم كمان كاستشاريين صدر كنتوا بتشاركونا فيها، فكره ان انا فيتامين د والاهتمام بالفيتامين د، لان هم اعتقد الدراسات الاخيره قالت ان فيتامين د من الحاجات اللي هي بتحسن مناعه الجسم، وان انا ما فيش مانع ان انا كمريض سكر، يمكن برضو حضرتك هتضيف ليا لو في يعني المعلومه دي فعلا موجوده عند حضراتكم في الدراسات ولا لا. فيتامين د، الكالسيوم، عدم وجود نقص حاد في فيتامين د او حتى في صورة الدم لو عندي انيميا اعالجها، كل ده اعتقد بيحسن مناعة الجسم، وعدم حدوث نقدر نقول مشاكل بصورة انتكاسات. بالظبط كده. بالظبط، في دراسات كتيرة جدا بقالنا اكتر من 5 أو 6 سنين على علاقة فيتامين د بالامراض الصدرية المزمنة ومرضى السكر، ولقينا ان في علاقة قوية جدا ما بين نقص فيتامين د وما بين قوة العضلات بتاعة التنفس. كلام جميل قوي. وبالتالي ده بيقلل كتير جدا من قدرة العضلات دي في انها تحافظ على الهيكل التنظيمي او التشكيلي من جوه للجهاز التنفسي. ده كلام فده رائع. مهم قوي ان احنا نحافظ على المعدلات بتاعته الطبيعية، وبرضه نحاول ناخده بصورة طبيعية اكتر تبقى اهم. نتعرض للشمس على ايدينا بالظبط، يا ريت سواء صباحا او ما قبل الغروب. كلام جميل يمكن جدا. دول اهم حاجتين، فيتامين سي وفيتامين د. الحاجات المناعيه دي مهمه جدا، او الناس كانت بتعتبر زمان انها حاجات اوفر ذا كاونتر، وحاجات ان هي فوق هي حاجات دي حاجات مالهاش لازمه. صح، قبل كده ما كانتش مصدر من المصادر الهامه جدا لقوه عضلات التنفس والمناعه يا دكتور. المناعه بتاعتنا طبعا اللي بتساعد على مقاومه الميكروب اللي موجود. طبعا بشكر دكتور محمود، حقيقي يعني هو ادانا كده في الاخر